السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غنديرو بسيطلات معمرين بحشوة رائعة جدا، وفي نفس الوقت كتجي لذيذة وسهلة وبعجينة اللي ناجحة 100%. كتجينا بحال اللي صايبتيها بالورقة ديال البسطيلة تماما. في نفس الوقت ان شاء الله غتعتمديها لجميع المملحات ديالك بجميع انواع الحشوات اللي بغيتي. سجلوا عندكم ان شاء الله لرمضان، غتعجبكم. ما تنساونيش الى عجبكم الفيديو من اشتراك وتعليق وجيم وبارطاج، وان شاء الله ندوزو المقادير والطريقه. غنحتاجو واحد البصله كبيره اللي شلدناها رقيقه، شويه ديال الزيت البلديه والروميه، واحد المعلقه ديال الثومه مطحونه، وكنضيف لها واحد الكفته صدر ديال الدجاج كفته طحنتو ورديتو كفته. كنضيف لها الملح، البزار، سكنجبير، معلقه ونص ديال التحميره، واحد المعلقه ديال العطريه ديال الحوت هي اللي كتبننها في الحقيقه، وكنضيف لها شويه ديال الهريسه على حسب الرغبه الا بغيتو، ونضيف لها شويه ديال الزيتون. كنبقى نقلي فيها وانا كنضيف لها جميع المقادير كلها. شويه ديال الزيتون قطعته طريفات. من بعد كنضيف لها الشعريه الصينيه اللي رقدناها في الماء وشويه د المعدنوس. رقدت الشعريه الصينيه في الماء وخليتها حتى رطبت وقطعتها طريفات صغار. ندوزو دابا للعجين. العجين كنحتاجو واحد 4 الكيسان ديال الفورس، واحد الكاس ديال الفينو، 2 معالق ديال الزيت، معلقه ديال الملحه، ومعلقه ديال الخل. كنجمع هاد المقادير هادي بكاس ديال الماء، وابيض بيضه، عفوا ابيض بيضه، نزيدو ابيض بيضه ونحتفظوا بالاصفر باش ندهنوا به. وكنضيف الماء. ضفت الكاس الاول، ومن بعد الكاس الثاني ضفت تقريبا، خليت فيه غير 4 كاس، خدات معايا 2 كيسان نقل ربع. غير كنجمعها، كندهنها بشويه ديال الزيت ونديرها في بلاصتيك كتخليها تطلق راسها. من بعد كندلكها واحد شويه، كندلكوها شويه ولا كنديروها في العجانه اللي بغيتو، ومن بعد كنردها بلاستيك ديالها ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه. كل ما ارتاحت كل ما كان حسن كتعطيكم الطوع. الحشوه الخلطه ديالنا غادي نديرو فيها 2 معالق ديال المايزينا و2 معالق ديال الفينو ومعلقه ديال الخميره الكيماويه، وغنحتاجو الزبده مذوبه وشويه ديال الزيت. غناخدو العجينه ديالها من بعد ما تطلقات كتولي بهذا الشكل هذا. كنقطعوها كويرات صغيورين. انا غنديرهم هنا صغار، ما غنديرش الكبار، غنديرهم صغار باش نتحكموا فيهم ويجيوني قياس واحد تقريبا. كندهنهم بالزيت من الفوق وكنغطيهم بلاستيكه ونخليهم واحد 5 دقائق. الحشوه ديالنا واجده. من بعد ما بردات، انا في الحقيقه صاوبتها ليله قبل، كنصاوبها ونديرها في الثلاجه ونخليها حتى لغد لي، وكنبقى نخدم البسيطلات ديالي. اليوم عاد عجنت وصاوبت البسيطلات. كنحاولوا نطلقوهم مزيان مزيان يكونوا رقاق، وكندهنوهم بالزبده وكنرشوا عليهم ديك الخلطه ديال الفينو والمايزينا. ما نكتروش منها، غير شويه، غير رشيشه خفيفه هكا من الفوق. ومن بعد كنستمروا حتى كنكملوا الكميه كلها اللي عندنا. من بعد كنجيب هذوك الاولين اللي خدمتهم الاولين، كنطلق المسمنه ديالي، كنحاول نطلقها مزيان من الجناب باش ما تجينيش غليظه، ونقادها في الوسط وكنعمرها بديك الحشوه، وكندير لها شويه الفرماج من الفوق الا بغيتو، ما بغيتوش بلاش. وكنبقى نجمعها بهذه الطريقه هذه، وكنحاول نجمعها للوسط ونقطع دوك الجناب، ما نخليهاش غليظه باش ما تجيناش فيها العجينه بزاف، باش تقرمش لنا وتجي زوينه، ما تكونش تجي بحال الورقه تماما. نعاود معكم وحده اخرى. كنحاول نرد دائما العجينه للوسط، وكنعمرهم مزيان ونسد عليهم، وكنحيد داك الزائد دائما في الاخر. كنحاول نحيد دوك الجناب وكنقادها مزيان مزيان، وكنحطها في اللاطه اللي غادي تدخل الفران، وكنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه ديالي تماما. كنحاول نجمع هكايا من التحت باش نسدهم مزيان. في الحقيقه كيجيو زوينين هاد البسيطلات بهذه الطريقه هذه، بحال اللي صاوبتيهم بالورقه تماما. شي نهار ما تكونش عندك ورقه ولا شي حاجه تستعمليه بحال هاد الطريقه هذه تجي سهله. من بعد كنجيبهم كندهنهم باصفر بيضه. كناخذ صفر ديال البيض وندير فيه 2 معالق ديال الزيت، كنخلط مع 2 معالق ديال الزيت، وكندهنهم باصفر بيضه وكنثقبهم من الفوق، وكندخلهم الفران اللي كيكون سخون. كنشعل غير من التحت على 180 درجه ونخليهم حتى كنشوفهم بداو كيتحمروا من الجناب ومن التحت. عاد كنشعل عليهم الفوق. الفران يكون ناقص على الحد ديالو، وخليوهم يطيبوا على خاطرهم باش كيجيوكم مقرمشين ومقرملين.
وهاد العجين راه تقدروا تعتمدوا على جميع المملحات بجميع انواع الحشوات اللي بغيتو. كتقدروا تصاوبوا حشوات كثيره، مثلا 3 4 الحشوات، وكديروها في الثلاجه. من بعد كتبقاو تجبدوا، كتوفروا عليكم حتى الوقت ديالكم نهار صاوب حشوات، سورتو في رمضان. الله يدخلوا بالصحه والسلامه. كيجيو مقرمشين، شوفوا كيفاش جاو فيهم غير الورقه كلها كتفرتت وكيجيو بنان. حتى الحشوه كتجي بنينه بديك المعلقه ديال العطريه ديال اللحوس، كتعطيها واحد اللذه زوينه. وحتى داك الفرماج اللي كنديروه من الداخل كيعطيها واحد التعليكه حتى هو زوينه في الحقيقه. وما تنسونيش الى عجبكم الفيديو من اشتراك وتعليق وجيمو بارطاج، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده.